وقمت بالليل علشان أشرب، وعديت من قدام باب أوضتها، لقيتها بتقوله: لا لا، مش كده، استنى وأنا هوريك أنا عايزاك تعمل إيه بالظبط، أنا كده هبقى مبسوطة أكتر. قربت من باب الأوضة. هي بتكلم مين دي؟ دي قاعدة لوحدها في الأوضة، وأنا جوزي مسافر، أصله شغال في الكويت، وأنا وهي في البيت لوحدنا. وما كنتش مصدقة عينيا أول ما شفت من خرم الباب إيه اللي بيحصل. والأغرب واللي أنا اتصدمت، اللي كانت بتعمل كده معاه ده مين؟ معقولة؟ إزاي بقى كده يا حماتي يطلع منك كل ده؟ وفجأة فتحت باب الأوضة، قلت لها: ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ قالت لي: استني استني يا مرات ابني، انا هفهمك. قلت لها: انا مش عايزة افهم، انا عايزة اشارك معاكم، يا كده يا اما كل اللي انا سجلته صوت وصورة هبعته لابنك يا حماتي، وساعتها ما تلوميش حد غير نفسك. قالت لي: انتي بتقولي ايه؟ طب وابني، ابني الغلبان اللي متغرب علشانك. قلت لها: وانا اعمل ايه؟ هو انا برضو مش ست؟ والست مننا يعني ينفع تفضل عايشة كده؟ لا لا، ما انا مش هسيب نفسي كده كتير. وفعلا في الوقت ده قال لي: ما تزعليش نفسك، انتوا الاتنين مفيش مشكلة خالص، وانا هبدأ بيكي انتي الاول. وفضل بقى نزل، وما اقولكيش على اللي عمله فيا، ما اقولكوش خالص. ما كانش راحمني بصراحة، وانا ما كنتش مصدقة نفسي من اللي بيحصل. هقول لكم وهحكي لكم، لكن في الاول عايزاكم تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتنزلوا بسرعة تفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم اشعار بكل جديد بينزل عندي. ودلوقتي يلا بينا نبتدي قصتنا. انا نشوى، عندي 28 سنة، متجوزة. جوزي متجوز من حوالي متجوزني انا طبعا من حوالي كده سنتين او سنتين وكم شهر. وجوزي شغال في الخليج، يدوبك نزل اجازته اتجوزنا وقضى معايا 3 اسابيع وبعدين سافر. وحماتي كانت قاعدة معانا، لكن طبعا في اول الجواز كانت قاعدة عند قرايبها، يعني كمني لسه عروسة جديد وكده. لكن بعد فترة رجعت تاني تعيش معانا. حماية متوفي من سنين، وحماتي ست عايقة قوي وشايفة نفسها، اللي يشوفها يفكرها اختي مش حماتي. يعني اصل احنا كنا بنخرج سوا، ننزل نجيب طلبات البيت، يعني حاجات الشهر، الحاجات اللي انتوا فاهمينها دي. وهي بصراحة طول عمرها مهتمية بنفسها، كانت دايما تقولي: انا لو مش ابني كان زماني اتجوزت. قلت لها: وايه المشكلة؟ ما كنتي اتجوزتي، ايه يعني ابنك؟ قالت لي: ما هو رفض، وانا بصراحة كده ما اقدرش على زعل ابني، علشان كده قعدت ربيته وما اتجوزتش بعد ابوه. قلت لها: وانتي كان نفسك تتجوزي؟ قالت لي: هكدب عليكي لو اقولك لا، كان نفسي، لان جوزي مات وانا سني صغير لسه، وابني كان صغير برضو. وطبعا الست ما ينفعش تربي راجل لوحدها، لازم الراجل يكون في حياته راجل علشان يطلع راجل. قلت لها: طيب ما احنا ممكن يعني نبقى لسه فيها. قالت لي: ازاي يعني؟ قلت لها: انتي ممكن تتجوزي. قعدت تضحك، قالت لي: دلوقتي يا بنتي بعد العمر ده كله؟ قلت لها: ايوه. وفضلنا نتكلم، وبعد كده قالت لي: بقولك ايه، انا هدخل انام بقى، تصبحي على خير. قلت لها: وانا كمان هدخل انام. وبصراحة انا نومي تقيل شوية، وهي عارفة الموضوع ده كويس، ويمكن بسبب كده حصل اللي حصل واللي انا هحكيهولكم دلوقتي. المهم، بعد ما خلصت كلام مع حماتي وسابتني ودخلت اوضتها عشان تنام،
انا كمان دخلت اوضتي عشان انام، وفعلا نمت، ويا دوبك نمت كام ساعة كده وصحيت في نص الليل. الساعة كانت 2 بعد نص الليل. قمت، كنت عطشانة جدا وعايزة أشرب، وقمت يعني علشان أقوم أشرب وكده. ويا دوبك لسه داخلة ناحية المطبخ سمعت صوت في أوضتها، وما أقولكوش على الحاجات اللي أنا كنت بسمعها. أصل يعني أنا ست وعارفة الكلام ده يتقال في أنهي وقت بالظبط. مكنتش عارفة ايه اللي بيحصل. في الأول صدقوني فكرت إن ده التلفزيون، أصل حماتي عندها تلفزيون في أوضتها. لكن لما قعدت على رجلي في الأرض وبصيت من خرم الباب لقيت حماتي معاه، وما كنتش مصدقة عيوني. قمت كده على حالي وحاولت إن أنا أفتح الباب بشويش، وفعلا الباب اتفتح. ومن كتر ما هما ملهيين في اللي هما فيه محسوش إن أنا فتحت الباب أصلا. وابتديت أصور فيديو ليهم هما الاتنين. وتعرفوا حماتي كان معاها مين؟ كان معاها الواد الصبي اللي بيجيب لنا الحاجات والطلبات من السوبر ماركت. ما كنتش مصدقة. معقولة؟ طب ازاي اصلا حماتي؟ لا 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 لا، ازاي؟ عقلي ما كانش مستوعب. لكن قلت لنفسي يمكن علشان شاب صغير وصعيدي واسمراني، وانتوا عارفين بقى الصعايدة في الموضوع ده ما يتوصوش وما عندهمش يا مرحميني. المهم بعد ما صورت وقفلت تليفوني حسيت بصراحة من كتر اللي انا بسمعه ان انا خلاص جبت اخري زي ما بيقولوا. وفي الوقت ده ابتديت بصراحة اقول لهم بقى ان انا موجودة. اصلي ما كنتش مصدقة ان انا يعني عملت كده بعد ما سمعت الكلام دوت. يمكن كل ده اكمن جوزي بعيد عني ومسافر، ده السنة دي كمان منزلش اجازته. يعني انا بقالي سنة وكسور ما شفتوش. علشان كده بقى حطوا نفسكم مكاني، ست زي صغيرة حلوة لسه شباب وفي عز شبابها، وجوزها سايبها وفي دولة بعيدة عنها، وهي عايزة تعدي اليوم علشان تدخل تنام وما تفكرش في اي حاجة. وفجأة الاقي قدامي كل ده. لا ومش كده وبس، ده اللي بتعمل كده حماتي، مش حد غريب يعني. والولية كانت بتعمل شوية حركات تقولوش واحدة عندها 20 سنة. ولما انا دخلت الأوضة وقلت لهم يا اما تعملوا كده معايا انا كمان، يا اما هبعت لابنك الفيديو واقول له بقى انتي بتعملي ايه في غيابه وفي بيته وهو يتصرف، قالت لي لا خلاص انا موافقة. ولقيت كمان الواد الصبي ده اللي بيجيب لنا الطلبات من السوبر ماركت بيقول لي وماله، ولا تزعلي نفسك ابدا، ده انا كمان هبدأ بيكي. ما كنتش عارفة بصراحة، يعني اول مرة اتحط في موقف زي ده، اول مرة الموضوع ده ما يحصلش غير مع جوزي يعني، ويحصل كده مع حد تاني. كنتش مستوعبة. لكن بصراحة كنت فرحانة، وخصوصا بقى لما النور اتقفل وابتدوا هما الاتنين، لدرجة ان انا من كتر ما انا مبسوطة ما كنتش عارفة مين بيعمل ايه، ولا كنت عايزة اعرف. المهم ان انا مبسوطة، وان ده بيحصل لي بعد فترة كبيرة جدا كنت محتاجة فيها للموضوع ده. اصل هقولكوا ايه على الست اللي جوزها مسافر وبعيد عنها. انتوا مش هتفهموني، اللي هيفهمني بس اللي مجرب. سواء ست جوزها مسافر وبعيد عنها او راجل متغرب ومراته بعيدة عنه، هما دول بس اللي هيحسوا بيا وباللي انا بتكلم فيه. انا عارفة ان انا غلطت، وان كان المفروض مسكتش ابدا على عمايل حماتي واقول لها عيب عليك يا ولية، واحدة في سنك تقعد كده تستنى احفادها، ويعني دي خلاص زي ما بيقولوا كده رجلها والقبر. ازاي اصلا تعمل كده؟ وانا
انا ازاي اصلا اوافقها واعمل معاها حاجة زي كده؟ دي حتى انا ما عتقتنيش زي ما بيقولوا، وفضلت تعمل الموضوع ده. لا، والانيل بقى من كده ان بعد كده لما كان الواد ده ما يجيش او يسافر بلدهم تطلب مني ان احنا نعمل كده. وانا بصراحة اوقات كتير قوي كنت بوافقها. علشان كده انا جيت لكم النهاردة وانا مش عارفة اعمل ايه. انا غلطت مش هنكر، لكن بصراحة مش عارفة اتصرف ازاي. تعبت من كتر التفكير، وعلشان كده اخر ما زهقت جيت لكم وجيت لي صاحبة القناة وبثق في رأيها وفي رأيكم، وهي قالت لي عن رأيها بمنتهى الصراحة. علشان كده فاضل رأيكم انتوا، وانا طبعا زي ما قلت لكم بالظبط هستنى كل التعليقات بتاعتكم واقراها كويس كويس جدا، لكن ياريت من غير ما تجرحوا فيا، لان محدش فيكم عارف ظروفي ولا حتى مر بيها.